الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية وحتى الرياضية. خاض منتخب سويسرا اليوم مباراته الافتتاحية في كأس العالم أمام منتخب الكاميرون المتأهل لكأس العالم بعد فضيحة تحكيمية كبيرة ومثيرة للجدل بطلها الحكم قسما إيتو. وتمكن في المباراة المنتخب السويسري من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 49 من اللاعب ذو الأصول الكاميرونية بريل إمبولو، والذي رفض الاحتفال بالهدف بعد تسجيله بسبب أصوله طبعا الكاميرونية. هذا وقد كان أداء منتخب الكاميرون في هذه المباراة متوسط إلى ضعيف جدا، وبعد هذا الفوز رصدت كاميرات الملعب ردة فعل صامويل إيتو، والذي ظهر غير راض على أداء الكاميرون، وظهر أيضا حزين جدا وكاد أن يبكي بالدموع لولا خوفه من شماتة الجزائريين. كانت هذه جميع تفاصيل مشاهدينا الكرام، شاركوني برأيكم في التعليقات، وشكرا لكم على حسن المتابعة وطيب الاهتمام. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.